عديد الجمعيات خاصة منها جمعية الطفولة قدموا رسالة للأطفال السيد والي نحب نعيشوا في أمن لأنه هم جيل الغد، واحنا هذه فهمت لله هبة شعبية لأن المسؤولية هذه تصدي للإرهاب مش مسؤولية أمنية فقط. هذا الشعب التونسي كامل يجب نجلده لأنه حتى الأمني والعسكري هو أصله مواطن ولد الشعب التونسي يجب يتضامن معه ويحكم معه، ونطمنوا الشعب التونسي اللي الظاهرة هذه مآلها الزوال وما هيش باش تنجح في تونس. ولا اذا يقولوا هم فهمتوا دين الاسلام ديننا نحن، العربيه لغتنا نحن، والوطن وطننا، والدين ديننا، والنبي ورسولنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، وهم لا شفيع لهم ولا وطن لهم ولا دين لهم، وسنقضي عليهم ان شاء الله. واحده مع الالف وعيد واحده مع الالف راح خاطر الاعلاميين. بالنسبه للاعلام احنا اذا كان احنا نعتبروا السلطه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، تو بالنسبه للاعلام هو السلطه الاولى، تو في تونس الاعلام هو السلطه الاولى. يلزم يتق الناس الكل اذا كان المستهدف وطن لا مجال للحياه. الان وسائل الاعلام الكل خاصه والمرئيه والمسموعه كلها يد واحده ضد الارهاب. الارهاب هذا ما عندوش شهاده اقامه في تونس. قام الشريعة الإسلامية يجب أن تحمل عن ساكني كل ولاية صفاقس. نحبوا نترحموا على شهداء الوطن ونعمهم كما ربي رحمهم ونعمهم. هم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن شاء الله ربي لحقنا بهم من الصالحين. وهذا بطبيعة الحال يزيدنا تكاتف حول المؤسسة الأمنية اللي هي مستهدفة، وهي مستهدفة مش بذاتها لأنها مستهدفة، تونس مستهدفة وأنتم في الخط الأول في المواجهة. هذا رسالة إلى كل الشعب التونسي كله هو مستهدف. إذا هو واجب الأمن هو واجب كل مواطن في جميع المجالات، معناها في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي الهام، في الجانب التربوي، لأنه الثقافة للأسف اللي بتتخذ شبابنا هي غريبة على غريبة، وهذا كنا نعرفوه خاصة في صفاقس أرض المصلحين والصالحين اللي هي مدرسة صفاقس معروفة، وكانت هي قبلة معناها وإشعاعها كبير، والسادة المشايخ حاضرين يعرفوا خير مني مدى تأثيرها في تونس وفي أفريقيا بصفة عامة. إذا لابد أن نسترجع المكانة هذه اللي في بعض الأوقات صار فراغ اللي اكتشفوه الفكر هذا المتطرف، وللأسف فما بعض ناس تأثرت بهم ونسيت أن عندنا تاريخ وعندنا حضارة وعندنا ثقافة وعندنا إسلام اللي هو إشعاع لكل العالم كله. بطبيعة الحال المؤسسة الأمنية هي مستهدفة، ما قلت أن تونس مستهدفة، وكعناش تشوفوا وأنه في اللحظة هذه هناك استهداف للأمنيين باش يزعزعوا الثقة فينا وفيهم، وهذا بحول الله لا نصل إليه باعتباره أنه لازم نكون متكاتفين وراء المؤسسة الأمنية. ثم بعض حالات تفتح تشكيل في المؤسسة في بعض للأسف ساعات نازل حتى على مستوى الإعلام بكل لطف مع السادة الإعلاميين لازم نتعاونوا مع بعضنا ونشوفوا هالخيط هذا اللي قاعد يحب يمس العلاقة ما بين الشعب والمؤسسة هذه. بطبيعة الحال مانيش باش نزيد نأكد على التضحيات اللي قاعدين انتم الأمنيين على عين الميدان معناها ليلا ونهارا في الشتاء وفي الصيف وفي البرد، وهي ان شاء الله دعوه الى جميع المواطنين. صحيح في بعض الاحيان نشوف احتجاجات قاعده متواصله، الاحتجاجات يقول تعالوا احنا على يمكن نسمعوكم وخلوا الامنيين مره واحده. عندك احتجاج يا اخويا ما تجيش المؤسسه الامنيه، هي جايه مش تتكلم عليك انسان يعلم. واحنا بحول الله ان شاء الله نكونوا في المستوى لانه لا ما عيطتلكمش هذه الناس ما عيط، بالعكس اذا كانت انت عيطتكم على الدنيا سلام على انا مش فاهم حاصل مش مستوى يعني نحب نحيي جميع الحاضرين هنا. شوف تطلع معنا المجتمع الكل حاضر، وهذا الدليل على ان المجتمع الكل معاكم ووراكم، ولكن زي احنا معاملين عليكم المسؤوليه. وهذا سيد الوالي من فضلك نظم المسكن
يلزمهم صغارهم حماية صغارهم حمايتهم هما يلزمهم هذا شيء وهذا بالعكس ويشطح وكل شيء هذا من مناطق ده من الناس صح وهذا واجبهم هم شعار فداء الوطن فداء الوطن يكون شعار الوطن صح وكلام فيكم هذه بكل قصة